اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. مرض القلب او الاوعية الدموية بيعتبروا من الامراض الخطيرة لان الاعراض بتاعتهم مش بتظهر غير في مراحل متقدمة جدا، زي مثلا ارتفاع ضغط الدم او ارتفاع نسبة الكوليسترول، او حتى لو كنت ماشي في نظام غذائي سيء وبدأت تزيد في الوزن، او حتى لو كنت بتصاب بالموضوع ده بسبب الجينات الوراثية. فتخيل اني في حلقة النهاردة هكلمك عن حاجة واحدة بس. الحاجة دي مثبتة بالالاف والالاف من الابحاث بقدرتها الهائلة جدا والفوائد العظيمة اللي بتعملها لنظام القلب والاوعية الدموية والشرايين ونسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ده غير التأثير الممتاز على ضغط الدم. وبالتالي الشرايين بتاعتك هتبقى صافية وهتبقى صحية وهتقدر تمرر الأكسجين لجميع خلايا وأجزاء الجسم، ومن 3 ل4 أسابيع هتقدر تشوف نتيجة هايلة وملموسة بنفسك. خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. في حلقة النهاردة أنا طالبة منك إنك تستخدم فص واحد من التوم. التوم بيحتوي على مركب مهم اسمه الألاين. لما تبدأ تهرس التوم أو تقطعه حتة صغيرة وتسيبه في الهواء الطلق لمدة من 7 ل 10 دقايق، فإن مركب الألاين اللي كلمتكم عنه بيتحد بإنزيم مهم اسمه الألاينيز، ولما يتحدوا مع بعض هيديني مركب عضوي مهم جدا اسمه الألايسين. المركب ده اللي هو الألايسين هو اللي أنا هاخد منه كل الفوائد الصحية الطبية اللي أنا عايزاها من التوم. ده غير إن هو كمان بيبقى مسؤول عن الطعم والريحة بتوع التوم المميزين جدا. طيب هو إيه الفوائد اللي بيعملها مركب الألايسين؟ أولا هو بيساهم بشكل ممتاز في خفض آثار ارتفاع ضغط الدم، وده لأن الألايسين اللي موجود في التوم بيحفز إنتاج أكسيد مهم اسمه أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك ده ممتاز جدا للأوعية الدموية لأن هو بيساعد في استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، ولما الوعاء الدموي بيبدأ يوسع الدم بيبدأ يمر بسهولة شديدة، وبالتالي بيزيد تدفق الدم واللي بيترتب عليه انخفاض ضغط الدم. طيب تعالوا أشرح لكم الموضوع ده بيحصل إزاي. تخيلوا معايا إن الدايرة دي هو الشريان وإيدي دي بتمثل القلب. القلب بيبدأ يضخ الدم عبر الشرايين والدم ده بيوصل لجميع أنحاء الجسم سواء خلايا أو أعضاء أو أجهزة. طيب لما بتبدأ تشعر بالتوتر أو بيحصل اختلال في الهرمونات، أول حاجة ده بيزود من مستوى الكورتيزول في الجسم وكمان بيرفع من مستوى الأدرينالين. طيب نرجع للوضع اللي كنا فيه. لما الكورتيزول بيبدأ يرتفع في الجسم الشريان بيبدأ ينقبض أو بيبدأ كده إن هو يبقى ضيق أكتر بدل ما هو كان واسع والدم ماشي ببساطة، وبالتالي القلب مش عارف إن هو يضخ الدم بشكل طبيعي. القلب عنده كمية من الدم عايز يضخها للشريان والشريان ضيق ومش بيستقبل نفس كمية الدم، وده اللي بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. فلما الألايسين اللي في التوم بيزود إنتاج أكسيد النيتريك بدل ما الشريان كان ضيق جدا بيبدأ يوسع 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 ويتمدد، وبالتالي الدم بدل ما هو كان مش عارف يمر بيبدأ يمر بطريقة أسهل بشكل كبير جدا. وبالشكل ده فأنا بزيل أو بسحب الضغط من القلب وكمان بقلل ضغط الدم اللي في الجسم، وده بينعكس بشكل ممتاز على الصحة بتاعتك. كمان في طريقة عمل تانية للتوم غير الطريقة دي، وهو من خلال تظبيط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. طيب هبسط لكم القصة دي. ناس كتيرة جدا من مرضى ارتفاع ضغط الدم بياخدوا أدوية معينة علشان تخفض ضغط الدم. فئة من الأدوية دي هي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. طيب إيه هو الأنجيوتنسين ده اللي عامل المشاكل واللي أنا عايزة أخد له مثبطات وأقلل بشكل كبير جدا من وجوده؟ هو هرمون بيضيق الأوعية الدموية وكمان بيرفع من ضغط الدم. فوجد بقى إن التوم ليه تأثير مهم جدا ومماثل للأدوية اللي ممكن تاخدها علشان الموضوع ده، وده لأن التوم بيظهر تأثيرات مثبطة للأنجيوتنسين أو الهرمون اللي أنا مش عايزاه، وبالتالي بيقلل من إنتاجه بشكل ممتاز. حاجة تانية مهمة جدا في التوم إن هو بيحارب الجذور الحرة، وده لأنه واحد من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. طيب إحنا اتكلمنا قبل كده عن الجذور الحرة ولكن هبسط
ابسط لكم الموضوع، الجذور الحرة دي ببساطة يعني هي المسؤولة عن تلف كل خلايا الجسم والاعضاء وكمان البشرة والجلد وكل الاعضاء اللي موجودة عندك. علشان كده التوم بيعتبر محارب قوي جدا ليها، وبالتالي بيحافظ على صحة الاوعية الدموية وانها تكون نظيفة من جوه. طيب يعني ايه نظيفة من جوه؟ يعني مفيش اي كوليسترول يبدأ يترسب على الجدران دي من الداخل. ده غير ان التوم ليه خصائص مهمة جدا ومضادة للالتهابات، وعلشان كده بيقلل التهاب الاوعية الدموية، وده برضو بيأكد لي على الحفاظ على صحة الاوعية الدموية. نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تأثير التوم على الكوليسترول. له تأثير ممتاز على خفض الكوليسترول السيء وكمان الدهون الثلاثية. طيب هو ده معناه ايه؟ ده معناه حاجتين مهمين جدا. اول حاجة ان هو هيقلل من تكوين الصفائح اللي بتبدأ تترسب على الشريان من الداخل ومع الأسف بتسده في حالات كتير. تاني حاجة ان هو بالشكل ده بيقلل بشكل ممتاز من التجلط او التخثر، علشان كده هو بيساعد على منع تكوين جلطات الدم وبيحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. ازاي اقدر استخدم فص الثوم علشان اخد منه الفايدة الطبية اللي انا عايزاها؟ ما ينفعش ان انت تاخد الفص مباشرة على الفم وتبدأ تمضغه وتبلعه كده، انا ما استفدتش اي حاجة. اول طريقة بفضلها وهنصحك بيها النهاردة وهو انك هتجيب فص الثوم وهتقطعه شرايح صغيرة وهنسيبه في الهواء الطلق لمدة من 7 ل 10 دقايق كاملين. طيب بعد ما سيبناه الفترة دي فانا ضمنت ان الالايسين اتكون خلاص. هتاخد الشرايح دي وتبدأ تمضخها وبعدين تشرب وراها كوباية مية معصور عليها عصير نص ليمونة. والموضوع ده يفضل انك تعمله اول شيء الصبح كده، اول لما تصحى وقبل وجبة الفطار على الاقل من ربع لنص ساعة. وده لانه وجد ان الثوم بيشتغل على معدة فارغة اقوى واسرع بشكل كبير. طيب الموضوع ده لو تقدر ممكن تعمله مرتين في اليوم، يعني هتاخد فص في مرة وفص تاني في مرة تانية، لكن لو هتاخد واحد بس مفيش اي مشكلة. طيب دلوقتي اذا كنت انت صعب ان انت تاخده وحده بشكل صحيح فانا هديلك اختيارات تانية ونسهل الموضوع. الطريقة التانية ان انا الفص بتاع الثوم ههرسه مش هقطعه قطع، وبرضه هسيبه في الهواء الطلق من 7 ل 10 دقايق، وبعدين هضيف ليه ملعقة صغيرة من عسل النحل. العسل بيساعد ان هو يخفي الطعم بتاعه القوي او اللاذع شوية. ده غير ان الطريقة دي هتخلي ابتلاع الثوم اسهل بشكل كبير، وكمان العسل هيوازن قوة الثوم في الفم. طيب في طريقة تاني ان هو نفس الفص اللي احنا هرسناه او فرمناه ان احنا هنضيفه على كوباية من الزبادي وهنقلبه كويس وهناكله برضو اول لما نصحى الصبح. طيب في طريقة تانية برضو كويسة جدا ان انا هضيف على الثوم ملعقة كبيرة من عصير الليمون او عصير البرتقال. اولا ده هيساعد بشكل كبير على كسر الطعم اللاذع بتاع الثوم. ده غير ان الحموضة بتاعة عصير الحمضيات سواء الليمون او البرتقال بتعمل برضو توازن مهم جدا مع الثوم. طيب في طريقة مهمة جدا في ناس بتستغربها لكن طعمها بيبقى حلو، وهو ان انت ممكن تضيفه على ملعقة كبيرة من زبدة اي مكسرات سواء زبدة جوز او زبدة لوز او زبدة الفول السوداني، وده بشكل كبير انت كده مش هتحس بالطعم بتاعه. طيب لو كان مفيش اي طريقة من الطرق دي مناسبة ليك فانت ممكن تضيفه على طبق السلطة اللي انت هتاخده. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.